مساء الخير. عايز اتكلم سريعا على الموضوع بتاع حلقة مدام لميس الحديدي امبارح، على واقعة التحرش او الاعتداء الجسدي على الاطفال. كان حتى في مدرسة دولية وكانوا كاتبين اسم المدرسة سيدز. المفروض ان هو في عامل من عمال النظافة طلع ان هو بيعتدي على الاطفال ولاد وبنات، والواقعة دي واضح ان هي اتكررت مع كذا طفل وكذا طفلة. التحرش كجريمه هي جريمه بشعه، بس لما الموضوع بيبقى مع الاطفال انا بتوجع زياده قوي، لان بحس خلاص احنا ما فيش، خلاص بقى احنا حيوانات، احنا ما فيش خالص بقى، يعني احنا بره قصه البشر، احنا حيوانات تماما. في الموضوع ده بيألمني جدا، بالذات موضوع الاطفال ده. طبعا التحرش بالاطفال وارد ان هو يحصل في اماكن كتير، مش شرط بس المدرسه. وهو ده الجزئيه بقى اللي انا عايز اتكلم فيها سريعا، ان احنا نزيد الوعي في القصة دي بالنسبة للأطفال اللي هم من سن الحضانة لشوية كده في ابتدائي، على ما الطفل يكبر ويعبر عن نفسه. انت كبابا او انتي كمامته او مامتها، ولد او بنت، انت يا باشا زي رئيس المباحث، زي الناس اللي بيفتشوا في المطار كده. يعني كل يوم استجواب، او بصفة دورية في استجواب، حد لمسك، حد كلمك، حد عملك، بنتكلم في الموضوع ده ونزيد فيه عمال على بطال، عشان يبقى حتى عنده هو في السب كونشس كده الواد خلاص هو فاهم ان الحاجات دي لا اوتوماتيك. لان في بعض الاطفال بيبقوا كمان هم حبايبي بيتكسفوا او ما بيعرفوش يعبروا، فممكن يحصل فيه كده وهو ما يجيش يحكي. فانت او الاب والام طول ما هم على طول فاتحين ما بينهم ما بين الطفل شانل للتواصل، في قنوات للتواصل ما بينهم، المواضيع دي هتبقى اسهل. لو بعد الشر حصل حاجه فالولد او البنت يجي يحكي بسرعه، ما نستناش ان في مصيبه تحصل. فانت يا باشا رئيس مباحث قاعد كل يوم بصفه دوريه. هو عموما اصلا انا بتكلم حتى دلوقتي ما بقاش في قصه سن معين، كل الاعمار. انت اخبارك ايه، عامل ايه، كلمني، احكي لي، ونتصاحب، ولازم ابقى بسمعه وهو بيسمعني، وبنحاول نعمل كلنا كده ونعدي، عشان اليومين دول الموضوع صعب والزمن صعب، وربنا يسترها علينا جميعا. شكرا، سلام عليكم.